ليه ناس بتخس في رمضان وليه ناس بتزيد؟ هو الطبيعي ان الناس تخس. ليه؟ انا بدل ما باكل 24 ساعة بقيت اكل في 10 ساعات بس، فعملت انا صيام متقطع. ده الطبيعي وده بيحسن طبعا من استهلاك الطعام جوه الجسم. ده رقم واحد. رقم اتنين ان الوقت قل، فلما باكل 24 ساعة باكل 10 ساعات فوزني هيقل. ده رقم اتنين. طيب ايه بقى اللي بيخلي الناس تزيد؟ الناس بتزيد لانه احنا قاعدين بننتقم، احنا مش قاعدين بناكل. لانه طبيعي انا جعان 24 ساعه. انت لو قعدت 10 ايام جعان مش وجيت تاكل، مش هتاكل اكل ال 10 ايام، انت هتاكل اكل مره واحده بس. يعني تتغدى عادي. يعني واحد لو قعد 5 ايام ما ياكلش وجه كل، المفروض انه هياكل وجبه واحده، وجبه واحده بس هي اللي هتشبعه خلاص، مش هيقدر ياكل تاني. تمام؟ ساعتها انت خلاص هتبقى انت حرقت اللي انت كنت هتحتاج تاكله في الخمس ايام، وكلت وجبه واحده، فانت هتخس في حاجه زي الفل، حاجه رائعه. امال انت بتزيد ليه؟ بتزيد لان انت اول بقى ما جيت تاكل انت خلاص كلت وبطنك شبعت وتمام. بس انا مصر ان انا انتقم للخمس ايام اللي ما اكلتش فيهم، في حلويات بقى، في بسبوسه، في كل شويه اكل، في كل شويه اكل. لا تنتقم، وحاول تفطر خفيف وبعد كده تنتظر لحد السحور، او لو هتاكل الساعة 12 او الساعة 1 بالليل تاكل اكل خفيف. ومفيش داعي ان احنا نزود من الحلويات المضرة جدا 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 بالصحة، والمضرة جدا جدا بمناعتنا وبنشاطنا وبتركيزنا.